علاقة فيد واستفيد ديتي اللي هي علاقة تبادل المنفعة ما بين الحيوان العاقل اللي هو الأبقار أو الجاموس أو الأغنام أو الماعز الحيوان المضطر، وما بين الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الكرش. يعني إيه؟ يعني الأبقار بتوفر للكائنات الحية الدقيقة ديتي ظروف تعيش فيها مناسبة هنتكلم عنها دلوقتي، وكمان الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الكرش وجودها بيفيد الحيوان اللي هي ايه اللي هي عايشة جواه، كان بقى ابقار جاموس اغنام ماعز. طيب ايه بقى اللي الحيوان بيوفره للكائنات الحيه الدقيقه؟ هو طبعا بيوفر لها مكان عايشه فيه. تاني حاجه درجه حراره مناسبه اللي هي درجه حراره من 38 ل 39 درجه مئويه، ودي درجه حراره جسم الايه الحيوان، ودي درجه حراره مناسبه للحيوانات للكائنات الحيه الدقيقه دي. تاني حاجه بي اتش مناسب تعيش فيه، والبي اتش ده قص بي اتش من 6 ل 7 في الظروف الايه في الظروف الطبيعيه، لان لو قل عن كده هيحصل عندك مشاكل حموضه نبدا نتكلم عنها ان شاء الله في الامراض الغذائيه وهنشرحها بالتفصيل. كمان بيوفر لي ظروف لا هوائيه، لان مش موجود اكسجين جوه في الكرش بتاع الحيوان، فظروف لا هوائيه، فهنا ده بينشط لي الكائنات الحيه الدقيقه اللا هوائيه اللي موجوده داخل الايه الكرش.